بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، سنتكلم حول أمرين. الأمر الأول مختصر أو شيء بسيط حول وصول خبر وفاة سيدنا أبا بكر إلى أرض المعركة، معركة يرموك، ولكن الكلام الأساسي سيكون حول مرض سيدنا أبا بكر رضي الله عنه واستعداده، أو كيف قام بتحضير الخليفة الذي سيأتي بعده، كيف فتح لهم الباب حتى المسلمون يختاروا لأنفسهم خليفة، والخليفة الأول على قيد الحياة، حتى لا يحصل مشكلة أو لا يحصل فراغ سياسي كما يقال بلغة اليوم، حصل فراغ سياسي. سنتكلم حول هذا الأمر إن شاء الله تعالى. برای العزیز امیرو بحثا مسئله کنیف اوا نیف وقتی که مسلمان هجا لیرموکی حاضری خو شرد کن خبر وفات ابو بکر صدیق خلیفه جماره ها دویدا حکمت که خوشه که من بحثا بکن لخبردان مازن امی بحثا حاضر بونا حضرت ابو بکر خلیفه پشت خورا، یعنی هجا الحیات لنخوشت که دزاند باز امر نما ایروس باز دمرم، یعنی برای از بمرم برا مسلمان به سری نمینن جوی وقت هانه راج وقت بری را که جت سیستم و نظام کی دنیا تنبو وک سیستم آنا، یعنی مثلا مسلمان ما آنا عاجز بند بیا ابو بکر دیکتاتوری کرد، نه جوی وقت هانه را لازم بو ملت کی جا هین دولت نبیه دولت ناس الگورا آنا تای دولت هي پارلمانتر هي نظام چه هي چه تف قانون هنه يا أبي وقت تشتكيتنا وبزوري بشركي ما ظن أبو بكر أبو خليفة وجارك هذه أو وفاة بك ومسلمان هجا الشرادانة هجا سيستمكي جنبي هجا قبيلة هنا صالك إسلامي قبول كرنا هنا كي هنا باش قبولنا كرنا وبدحب شري ما ظنك يك فارس يك روم شوا دولة بي خليفة من كي خليفة راك يعني يجي أبو بكر الصديق فعما بيا كرجو تهلكك ما ظنه أما أنا بحث من هردو مسألة بكن إن شاء الله. طبعا حكمة الأول في أرض المعركة قبل أن يبدأ المعركة وقبل بداية المعركة يصل خبر وفاة سيدنا أبو بكر إلى القائد خالد بن وليد فقط إليه، ولكن هو يكتم الخبر حتى يحافظ على معنويات الجيش، حتى لا يحصل عندهم حزن وألم قائدنا أو خليفتنا انتقل أو توفي. فسيدنا أبا خالد رضي الله عنه يخفي الخبر، هذا حكمة الأول. ولكن الحكمة الثانية الذي يأتي بخبر الوفاة إلى خالد رضي الله عنه حينما يمر من بين الجيوش، الناس يعلمون بأنه بريد من المدينة، الناس بحاجة إلى خبر، صار أنه يقول الخليفة أرسل إليكم جيوش يؤيدكم، فهذا الساعي أو رجل البريد حينما كلما يمر على مجموعة من الناس يقول أبشروا 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 الخير قادم أبشروا، ولا أحد يشعر بأنه قد أتى بخبر كبير، ولكن بعدما يصل إلى خالد رضي الله عنه يخفي إليه ويقول له سرا بأن أبا بكر قد توفي، اعلم هذا. فيقول خالد رضي الله عنه قد أسر بهذا التصرف الجميل ومدحه ودعا له بالخير على أنه تصرف تصرفا جميلا لم يظهر للصحابة بأن الخليفة قد مات حتى لا يأتيهم الحزن والمصيبة، ولكن أظهر أو أعطى الخبر لخالد سرا. هذا درس فيها كبير أحيانا على الإنسان أن يكون حكيما في التصرف، متى يظهر متى يخفي متى يضحك متى يبكي، علينا أن نكون هكذا خبراء واعين فهمان، ولكن في الغالب نحن أحيانا وقت الضحك نضحك وقت البكاء نبكي، نخربط بين الاثنين، لا نستطيع أن نخفي شيئا ولا نظهر شيئا، فهذا يدل على تخلفنا ويدل على حسن تصرفهم رضي الله عنهم إن شاء الله. نقطة أول، حضرت أبو بكر خبر وفاته وكان جيجا صحابية هيجا صحابية دست بشر نكرية هيجا شر يرموك يك حفتات ما بعد كدست بنكرية خبر تد بي أبو بكر وفاة كرية هي دست بنكرنا، ولكن حضرت خالد في خبر شكاس كيرانا بجد برا مسلمان ببرناك يعني خليفة مازن ممر تبخوازي نخوازي دل إنسان دشكي يعني حزن شد بي عجبا كي ورا سري مأمي جواب كان كي هي مكون بك كي عربا ما باجو وكايرو كي بشوفير اوتوبيزا ما حزن انش بونك چنبه
حضرت خالد و شرط ليه تشتش بیا مهمتر مسلمان حاضر حاضری خو شرط دکن جمدینه یکی کو خبر جوان را بینه تدی آنات بین پوستمان پوستاجی اوی خبرتینه نظام بکردیه ما چیه قاصد بلکه بقاصد بیجن یعنی او خبرتین به قاصد هاتی یعنی یا جی بالیوز معنی الچیه یعنی جمدینه یکته مسلمان دبی عجبا چه خبره که جمرانی مراقت کنزانه جمدینه هاتیه امودوان دلوان خوازه که بیجه وای خلیفه جوارا بحزارا امدادشان یا بحزارا انسان تنشر دبی چه هیل دوته دبی خیره قد مراقه نکن خیره مزگینی جوارا قد کس کی ناکه و فرقه که وی انسان خبره مرنه آنیه قد ناین زمان هر کیف خوشید به مراقه نکن مزگین جوارا من مزگینی جوارا آنیه اره مزگینی چه ویج نابجه مزگین جوارا حتی کتید گیجه جم حضرت خالد تيجم خالد رضي الله عنه هيدي كاد بي أبو بكر وفات كريه دبي أبو بكر وفات كريه مش كسكي رانجو حضرتي خالد پر كفايته ويدي مالة آوا تبي خبردانا هاني وشارت تشكسكي رانجو جبونك مورال صحابية خرانة بمورال مجاهد ما خرانة بن مورال وان خرابونا بهذا زحمت بو أبياجي علامتك وفان إنسان بعقل حكيم زانانة إنسان فعمت اشتاد كن يعني حساب كدوي نقطة هاندا مثلا تكارو بقول تحيرا تحفت بريات بيرا محيكا كي يقول شبانه كي المجد كل بيش يملات المجاني بروي فاتحة بدنك تخينا تحيات بتف تخينا بيت تشما وهات كي بدين محمد أشكره تشتكي بشرطي تنا أبي إنسان هاني وهانك نقول إيش هما مريم از چه ما فشرم نا زانبو إنسان دليود منه حزن دبا خمگين دبا دمكو خبرك ورا مثلا تعيشك بر مازندكي ومازنه تشفت كيبه شفت امر شف والله مورالي مرفا خراد به يعني تشتكي بكيفتكي لأبيك في كاري تفكر يا أنا مازن أو تبي والله مر عجبا كي ورا جيوي كي ورا سرمه تنزاني تي بيش داري باش داوري جبروي اف انسان خبر آنيه فرب عاقل خبردان که قال لك اسلوبك خوش حتى كنت جيجا جم خالد جي دكنه دبي مزگینی جوارا خبرك خير هي ليتشا جم خالد هي دي كاد بيجا ابو بكر رحمت كري وفات كري خالد شد كس كيرانا بيجا بيبرا مورالي وان خرانه بلا برا مازني واجي خالده دكارج يكرا بيجا والله ما تورا فرا ابو بكر رحمت كري بيرا بيجا كلمة هي دبي كل سر تجاوز الاثنين فهو ليس بسر دبي هر سر معناته شيء بشرطي يعني تشتكي كزيده دحب انسان بزانبن او نسر يعني افياج فيارا جو دنيا عالم بيتحسه لو ما خالج دبي يقدرنا خلي بركز كي نظام به ام تماشا كن اي جواب لنعد بعد هذا الامر الى المدينه المنوره والى ابا بكر رضي الله عنه ابا بكر ياتيه مرض يقول اغتسل في يوم بارد فيأتيه الحمى ويزداد عليه فهو يشعر بدنو أجله يقول خلاص أنا على وشك الموت ولكن الرجال الكبار أيها الإخوة كبار دائما كل تصرف يقوم به كل خطوة كل فكرة يفكر في مستقبله أو الذين يأتون بعده أبا بكر كان منهم رضي الله عنه لا يفكر في نفسه فقط كيف كان يفكر لمستقبل الإسلام والمسلمين أتاه الموت وربما بعد أيام أسبوعين أو 10 أيام أو أقل يعلم بأنه سيموت لأن مرضه ثقيل يقول أعمل شيئا كبيرا لأمتي للمسلمين لإخواني قبل أن أموت أترك لهم شيئا جميلا وهو ينادي الصحابة الكبار خصوصا يقول لو تختاروا خليفة وأنا بينكم أفضل من أن تختاروا وأنا ميت سأساعدكم على اختيار الخليفة دائما أيها الإخوة إذا يكون واحد كبير بين الناس وإن كان عمره كبيرا سلطته ضعيفة فما دام هو كبير هو يستطيع أن يجمع الناس تعلمون المسباح من يعطيني تسبيحه تسبيح كبير يكا مازن خير أخذ من يكا فشكي حبي قالن حبي آكي قالن دن ولا تبتشوكن كل هذا صغير ما ينفع ولكن القائد هذا هو وهذا كل نحن فإذا أخفيت هذا أين الرئيس وأين المرؤوس فأبا بكر يقول فما دمت حيا سهل لكم
أن تختاروا واحد آخر ستجمعوا حولي، أنا أجمعكم أناديكم أتكلم معكم، ولكن إذا مات يا أخي نختار واحد. صعب جدا. هذا خطة حكيمة جدا من أبا بكر رضي الله عنه. فهو يقول وأنا حي بينكم اختاروا واحدا أنا أساعدكم على الاختيار، أو أقل شيء تجتمعوا عندي. فبهذا الأسلوب يطلب منهم أن يختاروا خليفة لأنفسهم وهو على قيد الحياة، ويقول أنا ميت عن قريب، يعني خلي بالكم أنا أعرف بأني أموت، لذلك أحب أن تختاروا أحدا. فهذا أول اقترح عليهم أن يختاروا أحدا وهو على قيد الحياة حتى يطمئن على مستقبل المسلمين. هذا أولا. تشتيكم أنا بزبرن بالمدينة ومن وروا أبو بكر نخوشت كذا رضي خديجة رازي بروجا كسر ما صار ياخذ شو دجامده أو حست كذبة أبنا خوشينا من آمرنيه أم تبجانا نخوشت كذا أم بجن درباست بالي جارنا إنسان دبي بخدي أم أزبي جاري نافلتن أبو بكر دبي أبي جاري آفلتن ننم أزبي جاري تشم حتى دبينا سلامتي دبي أري سلامتي ما ظنمت تشم ظلامي مازن إنسان يواب عقل بقلب أبيكو فكرة وان مازن قلبي وان مازن بلان وبروجي وان مازن هنا أو قصة نافكرن حتى زكي نافكرن هو دور تفكرن يعني دور تفكرن كلمة كي هي دبي إنسان جاهل ونازان حتى فراد فكرن لا يرى أبعد من أنفي بعربية بجن تيون بجن دفن أم بجن بوز زي ده دفن أجبره بردا نادينا حتى فراد دينا أو شعبي حتى فراي أو قصة ده نادينا فقط إنسان بعقل 5 سال پاشه دینن 10 سال پاشه تخمین کن 5 سال پاشه تخمینات شتات کن ابو بکر خدیجه راضی به تخمینات تشتکی مازن کرگو از واید مرم کو از بمرم بریک مسلمان یکیش خواب کن سروک کی خلیفه کی والله کار ما زحمته يعني لو رتبي راوید 2 سالونی بره مسلمان چه زحمتی یکی کرن خلیفه وی وقتی ایرو نوکه و قد بعقل ایرو نفکرن ها نبی روایت پارلمانتو ما هي وكيل مهنه نائب رئيس الجمهورية هي أفتنا بوي وقتها جا ده هيجا ملتك نوع عشيرة وان درا كون بنا جنودا دولتك آباد كن جنودا وان إنسان جوانا زحمته أبو بكر زان مو زحمته شكر بان صحابية مازن كرغو ورن كوشخا أتشندي كل حياة ما يكيشخا هل بجن تخليفة ما يبشت من جو أس كل حياة ما زي كارية وبكم شوك ما في مثال هاني جو إمامك بكرديس فيراد بجن إمامك تزبيل دورة خكوم دكه جو از مادام هم الحياة ما ون الدورة مكوم من ور مالا من ور مجلس من از ورا خبردم تشتكي هبه من ورن از فكرش ورا بيجم ورن حتى كو الحياة ما خليفك راكن يا كيبكن مازن اشون ايرونا صبي دمرم يعني يا فكرة كبرخوش ابو بكر جوان راغو او صحابي اشخا داس فكر فكره فكر افاناجي انسان مازن غره وها بفكرن بجن والله ايرو اف صبي اف مثلا نابا مالبات ما كردادا جارنا باف هنا حتى كو دمرن سر كرسي اخرانا بنها دما كو دمرن هجا وهات قلبن يا بري اكتب مني خبدا علي جلاي اخرى بيجا جوارات في كرسي روني جات كرسي يا ساري داجون سر واتي داجون دمرنها قلبي وانسك نعمري وان شست حفته يا بخدون علي برازاروك يا باجون يعني حتى برنت اكنك تجارتك وحتى داويه بابي بعقل وهناكن بابي بعقل خددن علي كد بالله مجاوره وازي كنترول تبكم جارك ددوسي حتى تفرد بي فقط بابيكو اناني بن اناني انا خبتني تفكرن حتى اكو ازبمر مازي عربي باجو حتى اكو سر عربي دمره وزاروكيش بيرا دمرن جاهلتي كما زنوها بابي بعقل تجارت خدا سياست خدا اداره خدا لا يخو ددن پیش ياجي برابر برم تورز از پیر بومه از کال بومه دچم توره که لکامن توره بیت اشتیانه بک برات هیم بیت فهم بکی يعني اگر پیویس بر از نصیحت تبکن پیویس نکش كنت زاني والحمد لله ازيرو هم صبي تنم بابي بعقل وهانه مازني بعقل جوا ابو بكر جي خديجه راضي به جو چندي کو الحياه ما يكيب كن خليفه احتياجي بزيالي كاري وبكم نصيحتك فكره خو از جوارا بيجم افيا نقطه بفي شكل فكره خليفتي كانوا ابيت ميدان جوش خا يكيب كن مازن طبعا حينما قال لهم ابا بكر هذا الكلام الظاهر الصحابه ذهبوا وتكلموا واستشاروا فيما بينهم وهم كانوا يعلمون بأن الإدارة والخلافة والإمارة صعب جدا مسؤولية أمام الله كانوا يتهربوا هو يقول أنا لا أريد أنا لا أريد لا أريد في النتيجة أتوا إلى أبا بكر قال اختر لنا أنت قال أنت اختر لنا واحد نحن لا نستطيع أن نختار أحدا وأول أحد منا يقبل أن يكون خليفة أنت اختر لنا ونرى
إن كان مناسبا وافقنا، وإذا لم نقبل نقول لا نريد هذا، ائتي برجل آخر. ففي النتيجة يعطونه الوكالة المطلقة، خلاص أنت اختر لنا خليفة. فهو يبدأ ويعمل، يبدأ بالاستشارات حتى يختاروا لهم واحدا. فشتك أبو بكر جوانات بيش خايا كيف كان خليفة، وانات شن خبر دنا في خدا كيف كان كينا كان تببا أزبب أو ببا صحابي إيمانهم برمزم وكا منابون إمام بر مرفعة برستن اوانا نا دگو حیر از بب مازنه وانا حساب وانا خودش مبخوازه چعبه من درخه جنت جهنمه حساب میرن جنن زاروک حیوان انسان اشوان تمامه يعني دگو نا همش مرا نه لازمه چونش کرا دگو هم تبکن خلیفه دگو نا مال واوا نه لازمه خلیفه تیج مرا نه لازمه لورا از بب خلیفه وظیفه خونه که مال رجا قیامت مال من خرادبه داوی فهم كرن يك نابا خليفه هات نجرا قوتن يا ابو بكر هما تجمر يكيب كخليفه حيرون قلنا والله ما نرد من كارن تجي يكيج مرة كخليفه بيجا فلان كس اجركم ما يقبول كما قبول كما نكلم احتراز بكم يعني دفرداي زانبه نو كما تبيجي كم قبول كن تقول مثلا فلان كس اما تماشا كن ام بيجنا كيف ما جرناي ام يحسناك ام جيت ترس نباشه اوك باش بيجي سرسري ما سر شعبه ما وكالتي خدني كده بتبي كاري يعني قلت أبي توان كون بك وبمارا خبر ده أبو بكر جارك هذه دركت ميدانه ووظيفة كير. طيب حينما قالوا أنت اختر لنا بدأ بالاستشارة ويتكلم مع كبار الصحابة وأهل خصوصا كما نقول في الفقه الإسلامي أهل الحل والعقد الكبار الذين تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمون الإسلام جيدا. بدأ يتكلم من المهاجرين والأنصار فيقول ما رأيكم في عمر بن الخطاب، ولا يتكلم مع عمر لا يدري شيئا. ما رأيك في عمر؟ ما رأيك في عمر؟ فكلهم يثنون عليه خير، إلا أحد من الصحابة يقول عمر رجل شديد، لو يكون خليفة ماذا سيفعل فينا؟ ماذا ستقول لربك وقد اخترت علينا رجلا غليظا؟ هكذا يقول لأبا بكر وهو على سريره مريض، يعني يقول أجلسوني أتخوفونني بالله، هكذا يقول أتخوفونني بالله؟ سأقول للرب قد اخترت لهم خيرهم، هكذا سيجيب ربي لا تخافوا من هذا. ويقول اعلموا سبب غلظة عمر أني رجل متساهل رجل ضعيف، أنا لست متشددا، فهو يملأ هذا الفراغ، ولكن إذا وكل إليه الأمر وأصبح خليفة سيكون لين ما شاء الله، لا تخافوا، فهو سيقوم بواجبه. يقول خلاص، فإذا أنت متأكد بأنه سيكون هكذا نحن نوافق على أن تختار لنا عمر بهذا الشكل. أولا يتكلم ويختار لهم سيدنا عمر رضي الله عنه. بهذا الشكل تقريبا حصل إجماع بين الصحابة، ولكن إجماع سري إلى الآن، العامة لا يعلم، فقط أهل الحل أو الذي تكلم معهم سيدنا أبا بكر هم يعلمون بأن سيدنا أبا بكر سيختار لهم عمر، ولكن العامة إلى الآن لم يسمعوا أو لا يدرون من سيكون خليفة. ولكن المرحلة الثانية سيكون تعيين الخليفة. تشتيك حضرت أبو بكر كر بانوان كرجاري بيكيرا خبر دا صحابي مازن أم كرديد بيجن جراجرش أبي وان مازن أبي مهاجر وأبي أنصار أبي كجمكياتنا وأبي خلق مدينة بانوا كر يك بوانا خبر دا. طبعا في تشتيج ورا بيجم إيرو هنا كي بسلمان ما كدبين أم مسلمان ومودرن. دبي أبو بكر تشتكي غريب وعجيب كرياني أو قاسم مسلمان دنيا يهبون يوقته جوان سؤال نكر زي كيبكم خليفة كما ملت مدينة كرن كما وان شخاقو خليفة كما مثلا الشام عراق يمن سؤال نكرن لتشتكي جبير واتكن بي وقت دولة نوچه دبه و إسلام جمدينة بلابو جمدينة راسو تشب داتشو و أبي كل مدينة أو بتاني إسلام صادي صاد فهم كرنا أبي دنا هجا نون باش حلال وحرام كيم إجا نزانن ترى بجيكي كل يمن هجا نوبيا مسلمان تيجي سؤال كاسكيبكم خليفة فقير تشزان الرحي خليفة جرى جوابه يكل الشامي يكل العراقي نوبيا مسلمان هجا باش برنسيبي إسلامي قانون إسلام بنزانه بلان بروجي إسلام بنزانه كإسلام تشقوت هي نوكت يا إسلامي هجا جرى برد لازمه ترى بيجي سؤال بكتي بيجي شيء بسمامي من أسفلان كاس بكم بيجنا والله لايم بك يجي بسمامي بك خليفة مزني عشيرة متخ خليفة برأي مدينة نبني مزني عشيرة تيجا إسلام بنزانه إيشوا بس هروك مسلمانة جبروي براوية نيا عقل كاس كمسلمانة ما أنا نبن أبو بكر ديكتاتوري يجي صحابية ديكتاتوري كنا أن راست أوبو يعني
أبانا أبيك إسلام فهم كرنا ملت صحابي مدينة أو قرلنا بأخويا كيف كن مازن بشتك أبو بكر بان واكر جاري جاكير أقول أست خازم عمر بكم وانت بيجن شيء فكرته شيء دقال كي خبر ده هر كسي يقول والله عمر إنسان كي باشه ما خرابيا عمر ندي دبين عمر دنابا خداش دربا بخير ترى يعني ظاهر وباطن باطني بي خير من ظاهره هر كس تشتي بخير دبيجا يكبتني احترازتك دبي عمر إنسان كي سرت أنا وحشك يعني عاد سبقر كمل لا تدقره تيصبش خديرة بيجي شيء تبيجي يعني أمي خدي بيجي أبو بكر تاع عمري كسرته أنا بيج مظالمة لسرته يعني إنسان كي بازاره يحشكه يعني تبيا كر مازني بسلمانة تش خديرة بيجي شيء أبو بكر جي سرجيه خد ريش كريه نخوشه تبي جام راك نزرونم رودني عاجز تبدوي ومن خديت ترسينن يعني توساكنت بيجي أزي بترسم أزي بيجم يا ربي من أنا إيه بخير كرمازنيوان أزي فيتشش خداي خرا بيجم مراقنا كز ناترسم جوابا مش ربي مرة هي أزي خداي خرا تكارم بيجم يا ربي من إيه صالح أنا أبي وأنا بخير بكر خليفة جوارا ودرسك كادن جوارا دبيجه دبي ودبيجن عمر سرته حشكه بلاكو أز نرم ملوم عمر وهاي أجركو أز حشك بو مع عمر نرم بونا فقط أز نرم أبو بكر طبيعتي نرم بو طبيعتي بر نرمو يعني بكردي دبيجن تلوقا دبي درخص عاجز ندبو أبقى نرمه دبي أز نرمم قباكو عمر حشك نبونا والله حاشا ملتي باتا قوي ما قسكرا يعني هو ملت نورمال نورمال قرينكي يا خليفة مير بيال دورة وياك يا واكنو عاجزها يعني ملت بترسه دبي بلاكو أسبر نرم عمر وين فالايا من تمامتك لقاواك عمر بو خليفة مراقنا كن والله عمر بر نرم يعني إجا بي وقته راد من خبر دبي تمام ما دام كو توصاد بيجي عمر جبروي تشتي هاني عمر أواه دم كيدي دلي مرحته أما راقنا كن تشتكي نابه والحاصل صحابة يدي فكرة واند بايك وحزرة عمر ببا خليفة أما إجا تماشا كن كاتشكل طبعا وبعدما يجتمع الرأي على اختيار عمر ينادي عمر يقول يا عمر تعال يقول نويت أن أجعلك أميرا على المسلمين يقول أنا ما أريد ما أريد يهدده عليك أن تقبل فمسكين سيدنا عمر وخصوصا أن أبا بكر رضي الله عنه خليفة يأمره يقول لا سبيل أمامك إلا أن تقبل بهذا فهو يقبل وسيدنا أبا بكر يأمر أن يكتب الورقة وصية وكذلك سيدنا عمر يقول لا أريد أن يقرأ وصيتك بعد موتك أريد أن يقرأ الوصية وأنت على قيد الحياة أنت تقول للناس لا أنه تكتب ورقة وبعدين يقول هذا ما وصاه أبا بكر واستشار مع الصحابة بعد الموت يقرأ لا أريد هذا أنت ستعلن والوصية سيقرأ في حياتك أهلا وسهلا يعني حتى يطمن حتى لا يأتي هناك شبهة هل في تزوير ما في تزوير سيدنا أبا بكر رضي الله عنه يخرج على الناس وخصوصا بيته كان ملتصق بالمسجد النبوي يجمع الصحابة يقول هل تقبلون الذي اخترت لكم يقول نقبل الذي أنت يقول كتبت في هذا الورقة خليفة تقبل نقبله فيقول اقرأوا هذا فيقرأ بأن عمر رضي الله عنه اخترناه خليفة الصحابة العامة يقبلونه ويمكننا أن نقول بأن سيدنا عمر بدأ بالسلطة عمليا وأبا بكر ما زال على قيد الحياة لأنه أصبح قال أنتم في حل من أمري أنا على وشك الموت لا أستطيع أن أدير الدولة فليقم بإدارة الدولة عمر رضي الله عنه بهذا الشكل بدون خلاف ولا من نقاش ولا الانتخابات ولا أنت زورت ولا هذا زور ولا لا بهذا الشكل البسيط السهل استطاع المسلمون أن يختاروا لأنفسهم أميرا جديدا وخليفة جديدة وبهذا انتهى مشكلة التعيين وكفى الله المؤمنين الخلافات تشتيك تشيبو حضرتي أبو بكر غازي عمر كرقو عمر تويرا برهات قو ما قرار دايم تبكن خليفة وزنا خوازم أنا يكشترى بيا ما تكر مازناك يا محزار تقلادتن كيف ماتي ما شاء الله والحمد لله باشم قلنا لازنا خوازم وتبخازي قلنا خوازم تبخازي قو عمر وتهديدك يعني وتهديدك إجا حضرتي عمر بدش شكلا قبولتك يك وتهديدك آدني حضرت أبو بكر هيجا خليفة بودقو حرمته خليفة لازمة جرز حرمته بقر عمر دبي
ما قبول كريه من قرار دايا صحابيه قبول كريه تبكي تناكي تشخوازاني يعني اي حضرت عمر شرطك ويها شرط من دبي تد حياته خودها جملات رابيجي من عمر وما لسر عمر قرار دايا انا خوازم تنفساندنا كي بنفسيني بشتين برنا تورا خواندنا ازوينا خوازم وصيته تبر هبه اما حياته خودها بنفس بيجه دلج ملات رابيجه قالوا صحابيه قالوا انسانا ما بريار داق عمر خليفه به از قبولتكم ايه بس بكم يتشتهانه والله بفي شكل هاني حضرت ابو بكر شو مالا الكلك جامعه پیغمبر بو عليه الصلاه والسلام درته صحابين كي كوم دبن قالوا صحابيه دبي ابيكو مجوره گویا كيف كان خليفه وگو سربستي مجد قال وخبرتا ما قرار سريه كده من نافي دي كاغد انا دا نفسان يوم قبولتكن قلت نعم قبولتكن قلت كاغد بخوينن خواندن جو عمره ما قرار دايك عمر بخليفه تفاقوا والله ما قبول كر احترازا ماتنا بفي شكل هاني حضرت عمر هات هالبجارتن بو خليفه لام تكارم بيجن لغورا بي وقت هاني ان عدالته ان آزادیاک بشکل کی راحت یک به خلیفه ابو به شر به عاجزی به کشتن به قیر کس کی برای که ایرو نفکره یعنی والله ام چون پارلمانت ما قبول کرد ابي صادي بينجي ونه اني يكي صادو چلو او تشتكي ساكنو تنابو يعني في زمان يعني الدنيا دا تشتي هانه تنابو تيسا ما شاء الله مسلمانا تشتكي قال لك خوش بهورا خبردان استشاره كرن باف شو لاي نكت شو يعني ابو بكر وعمر كي بسمامي يعني قريشين فقط بري هفرن بسمامي هفرن يعني اقرباتي تناب باب بمره لاي تشونا لاي بمره لاي دي تشكي وساتنا ابو والله ابو بكر جي وقت ابو خليفه جي فقير بو بشتي وفات كرجي فقير بو تشتكي دستي ودا تنابو طبعا سيدنا ابو بكر له كلام طويل ينصح سيدنا عمر هذا في الجمعه القادمه ان شاء الله سنتكلم ولكن مده خلافته سنتين وتقريبا 3 أشهر و10 أيام ليس هكذا أنا سنتين وكم شهر كان خليفة وبعد ووصى الصحابة قال إذا مت خذوا ما أخذتم من بيت المال إلى المسلمين الخليفة الجديد جمل وخادم يخدمهم فحينما أتوا به إلى عمر بعض الصحابة قال نعطيها مرة أخرى ليش لماذا أخذنا من أولادي قال فما دام هو لم يريد هذا لورثته لا نعيده إلى ورثته لأنه لم يريد هذا احتراما لإرادته فحتى سيدنا عمر يقول لقد أتعبت الذين أتوا من بعدك فأنت بهذا الشكل تصرفت وكنت زاهدا في الدنيا لم تأخذ شيئا من أموال المسلمين فالذي يأتي بعدك عليه أن يقتدي بك ولا يستطيع كل واحد أن يقوم بما قام به سيدنا أبا بكر رضي الله عنه ويقال بأن آخر كلامه حين الوفاة ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا آخر كلماتي الذي يقال بأنه قال قبل وفاته رضي الله عنه طبعا حضرت أبو بكر خديجة رازيبة خليفتياوي 2 سال و3 ماه ودهرش أو قصة 2 سال وتشتكي دا حفتاتي من بيجم كنت نافا في 2 سال دا تشقى مزناتيكي كتشقى خزمتكي كر أو قصة بتاني خليفة ما دي تشتاج بيت المال خزينة دولة دابونك يك حبكي خزمتشي جرا خزمت بك حبكي دافه جبون الشيء دافه بخو وحبكي خزمت مالا يبكى بريك وفات بك دبي فاناجي مرن بدن خليفه بشمن دبن حضرت عمر دقري دبي والله خليفه بشت دوتور انت مالا وان خراكر كسكي وقت نكار بك يعني خدمت كارك تهبو تويج الزفران حبكي دابت تشيري بدخل تويج الزفران مرات تشتكي نيش او خد بجم 2 سال خدمت مسلمان راكر برا خدمتها مش بون خدای به يعني ربي عالمي براج من قبول بك بفي شكل حضرت ابو بكر وفات که حتى دبين خبردانا ويا داوي بريك وفات بك آياتك سورة يوسف دايه حضرت يوسف بيا ربي تسر ايمان رحم بسطيني توفني مسلما تسر ايمان رحم بسطيني والحقني بالصالحين مبكي هوالي انسان صالح كبريام بچونه خبردانا ويا داوي جي اف بي خديجه راضي به حساب كن انسان كي كتريا خدي دا بريا بمره افتسر زماني وي وهناك انسان هنا بريك بمره تشتيدي تسر زماني وان بحساب برات كن بحساب حلال وحرام دنيت كن بحساب تجارت اخذ كن بحساب تشتكي دنيت كن اما حضرت ابو بكر بلاد ريا خدي دابو بريك وفات بك اف كلمه سر زماني وي ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين اف كلمه خوش تسر زماني وي حكايه كيز بجواره بيجم او تمام بل سري مساله
الذي يعيش لله عز وجل الله عز وجل يوفقه أن يكون آخر كلماته كلمات يحبه الله عز وجل. تصوروا رجلا آخر كلمات ربي توفني مسلما، لا يقول شيئا آخر، ولكن الذي يعيش للدنيا ويعيش لنفسه وشهوته فيكون آخر كلماته شيء آخر. هناك حادثتين حول هذا الأمر. أحد العلماء وهو على سرير الموت، وكما تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا الإمام إمام محدث في الحديث له تلاميذ، فعلى وشك الموت أحيانا يفيق وأحيانا يغمى عليه، فتلامذته يقولون كيف نذكر شيخنا بهذا الحديث، نستحي أن نقول قل لا إله إلا الله، يقول كيف سنذكر إمامنا وهو الذي علمنا. في الأخير يهدون إلى رأي جميل، يقول سنقرأ له هذا الحديث الذي يقول الرسول فيه هكذا. كيف نقرأ؟ نقرأ المتن، نقرأ متن الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، فحينما يقرؤون أسماء الرجال يخربطون يقدمون ويؤخرون. في بدل مثلا يقول عن علي عن عثمان عن أبو بكر عن عمر عن علي، يخربط يقدم أبو بكر ويؤخر هذا، فيقول رأينا بأن إمامنا فتح عينه وقال أخطأتم في السند هكذا، يقرأ ويقول ما قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ويسلم روحه، هذا الذي عاش لله. ويقول كان هناك رجل آخر من أهل الخمر وأهل الشرب، فيذهب إلى مكان الخمر فيغمى عليه وعلى وشك الموت، الناس يقول قل لا إله إلا الله ويقول أين الطريق إلى حمام منجاب، الناس يذكرون بكلمة التوحيد وهو يقول أين الطريق إلى المقهى الفلاني أو الخمارة الفلانية. واحد يقول لا إله إلا الله والثاني يقول أين الطريق إلى الخمارة الفلانية. الذي يعيش لله يموت والله راض عنه ويتلفظ كلمات جميلة، والذي يعيش لنفسه يكون آخر تصرفاته بشكل لا يحبه الله عز وجل. ما تشتاقوا برات بيرامدا بأبي كشبون خده به عالم اكيد حديثك پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبه کی بریاک بمره خبردانا ویا داوی لا اله الا الله بچه جنته. ایجا عالم اکیج عالم حدیث نخوشینا مرنه هشی وچه هشی وته خواندوانه وی فقیه وی کن بجن طالبه وی دبه امی چه و سیدای خورا بجن لا اله الا الله عیب کن جرا بجن ویش مرا گوتیه چه دکن دبی امجرا وی حدیث بخواین او زانه به حدیث اون زانه حدیث دا ناو ظلام هنه کی حتی پیغمبر وانا دماغ ناو وان ظلام دبیجن ج سترس شاشما شد کن پیش و پاش کن دبی ما تماشا کر امام ما چعبه فکر امام چعبه فکر مرا گو و شاش کریه آراست اوه ناو وان گو فلان کس دبیجه پیغمبر گوتیه کی خبردان او بیا داوی لا اله الا الله به هر جنته او جوی حدیث خوینه او وفات که تخوينه او وفات که یعنی بیا علامات قطره خود دابو یکی دیجی دبی انسان کی عرق خربو یعنی سرخوش بو ارغاب چو عرق و تشتات کرد او جد که سکرات دور او انسان رو نشند بجه لا اله الا الله او چخو هات بجن او بجه او بیرخانه فلان کس لکیه او نو بیرخانه بجه او چخو جرات بجن لا اله الا الله او ده بیرخانه لکیه حتی کدم را يعني اجا ابو بكر جد ريا خود دابو رب عالمي كلمات داوي بيا كرنسي بي رب عالمي عز وجل جوان راضي ان شاء الله صحة وعافية يبدا